5 ريد فلاجز تانيين تاخدي بالك منهم في فترة الخطوبة. لو في إجماع من الناس اللي حواليكِ إن الشخص ده مش مناسب أو إن الشخص ده فيه حاجة مش مضبوطة، وخاصةً لو الكلام ده جالِك من ناس أنتِ بتثقي في رأيهم، ساعتها خدي هدنة وفكري كويس. لو الشخص ده مش بيعرف يوفي بالوعود، يقول الوعد ويتحجج بأي حاجة عشان ما ينفذهاش بعد كده. خيانة الوعود أو العهود اسمها خيانة شئنا أم أبينا. لو الشخص ده عايز علاقتكم تفضل في السر انت وهو بس ومحدش يعرف عنها حاجة، وأكيد هيطلع بحجج كتيرة قوي عشان يقنعك إن ده أنسب حاجة ليكوا انتوا الاتنين وفي صالح علاقتكم. ساعتها خلي بالك. لو الشخص ده مستعجل قوي في خطوات العلاقة اللي ما بينكم وعايز يحصل ارتباط رسمي سريع جدا وهوب بسرعة يحصل جواز، هنا لازم ناخد بالنا لأن في حاجة عايز يخبيها ومش عايز يديكي وقت كافي إنك تعرفيها. لو حسيتي إن الشخص ده عنده هوس بنفسه زيادة، يعني مركز قوي مع نفسه، مع شكله، مع تصرفاته، مع كلامه، مع رأي الناس حواليه، مع أحلامه، مع طموحاته، مع كل حاجة تخصه هو بس، مش بيركز في الدوائر اللي حواليه ومش بيراعي الناس اللي حواليه، لازم هنا تاخدي بالك. وأخيرا لو لقيتي إن الشخص ده بيضغط عليكي عشان خاطر تتنازلي في كسر بعض الحدود اللي انت حطاها في العلاقة دي، وأقصد هنا في الحدود الجسدية من التلامس وغيره، وده ممكن يحصل عن طريق الابتزاز العاطفي والصعبانيات أو وعود كاذبة هو بعد كده مش هينفذها. خلي بالك إن انت لو حاطة حدودك لازم تحافظي عليها وتلتزمي بيها. قولولي بقى أنا قلت كام ريد فلاج في الفيديو ده. بس كده.